بما إن الصور المصغرة هي أول حاجة بتشد المشاهد، فأنا في الفيديو ده هعلمك إزاي تعمل صور مصغرة احترافية. أول حاجة كده كيف نجيب فكرة الصور المصغرة. نخش على قناة زي قناة مستر بيست ونقلب في الفيديوهات، نشوف مثلا صورة مصغرة عجبانا. مثلا أنا عجباني الصورة المصغرة دي، هخش على الفيديو وهدوس على مشاركة ونسخ الرابط، ونروح نكتب في البحث هنا تحميل صور مصغرة اليوتيوب. من اليوتيوب نخش على أول موقع معانا ونحط رابط الفيديو هنا وندوس ابدأ. تلاقيه في ثواني جابلك الصورة المصغرة، هتدوس على تنزيل. زي ما انتوا شايفين حملك الصورة المصغرة بدقة احترافية. في طريقة تاني من انك انت تجيب صور مصغرة، وهي عن طريق بنترست. هتخش على بنترست وتكتب صور مصغرة احترافية، هتقلب هنا وتشوف صورة مصغرة عجباك. مثلا نخش على الصورة المصغرة دي وابحث، شوف الصور المصغرة. مثلا الصورة دي هندوس على الثلاث نقط وندوس تنزيل الصورة وتعمل نفس الخطوات معاك. هنروح لشات جي بي تي ونرفع له الصورة اللي انت عايز تعمل زيها صورة مصغرة. هنرفع له الصورة ونكتب هنا وصف، اكتب له اعمل لي وصف للصورة دي بحيث اعمل صورة مصغرة احترافية زيها، بس هبعت صورتي انا بدلا من صورته. يعمل لي صورة أنا عمل لي صورة احترافية، عمل لي وصف ولكن باللغة العربية. فأنت عشان يعمل لك وصف احترافي اكتب له هنا بالإنجليزي وندوس على إرسال، هيبدأ يعمل لك الوصف بالإنجليزي. وبعد ما يخلص من وصف الصورة هتاخد الكلام كوبي، روح على أي موقع تحويل النص لصورة، مثلا نانو بنانا. خش على الموقع ده مجاني بالكامل وبلا حدود. الموقع ده خاص بي أنا، ترفع له الصورة بتاعتك والوصف اللي خدته من شات جي بي تي، تحط الوصف وتدوس تعديل الصورة، هيبدأ يعمل لك الصورة المصغرة. هياخد معاك بين دقيقة لدقيقتين، وبعد ما ينشئ الصورة المصغرة يا صديقي هتنزلها. تعالوا كده نشوفها مع بعض. زي ما انت شايف صورة احترافية ومحافظ لي على الملامح. تقدر انت بقى تعدل على الصورة زي ما انت عايز، تحط عليها كلام او زي ما انت عايز. وبس كده، ده كان شرح النهاردة، اتمنى يعجبك وسلام.